السلام عليكم اخي الفاضل. بمناسبه شهر رمضان المبارك، انت كمواطن جزائري تقدر تسامح واحد اذاك ولا صدير ضرك داخليا؟ السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. رمضانكم مقبول ان شاء الله للجميع، على الامه المسلمه، على الامه الاسلاميه. فيما يخص هذا السؤال، الانسان مسامح كريم. الانسان الا ما يكونش حقودي لابعد درجه. راكش هذا الشهر شهر الرحمه وشهر المغفره، والانسان الا يسامح بالشيء اللي كاين. ديننا ينهي على الفحشاء، ينهي على المنكر، والانسان ما يوصل يخسر جاره ولا يخسر حبيبه ولا يخسر صاحبه ولا على حاجه ديريان ديتو. خاصنا وتولي عليه بندامه. السلام عليكم. صحة رمضانك. بصراحة أنت كمواطن جزائري تقدر تسامح كاش واحد أذاك بصراحة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مغني محمد ياسر، مواطن جزائري ساكن بولاية سيدي بلعباس. يعني على حسب الإجابة يعني لسؤالك، يعني على حسب الغلطة. والله زعما هي شغل كون رانا في شهر رمضان المبارك، يعني هي من الافضل تسامح، كما يقول لك المسامح كريم. صحة رمضانكم للشعب الجزائري والامه الاسلاميه. اكيد اخي المسامح كريم. احنا واش رانا نعيشوا في الايام هذه، يعني نتلقاو بعض يعني الصعوبات، بعض المشاكل، بعض الضغوطات بعد هذه، ولكن يبقى الانسان مسامح كريم، لانه ربي سبحانه يسامح. ولما لا نحن عبده ضعيف، لما لا نسامح، ولما لا يعني نخلوا الامور تتمشى كصفحه بيضاء وورقه بيضاء في حياتنا. وعلى هذا نقول يعني للمسلمين كلهم والشعب الجزائري، كونك مسامح والمسامح كريم. بين هذه سيتو في هذا رمضان الدين تاعنا هو بروحه يطلب على التسامح. وكي تجي انسان كون كاع زعما يكون في مخاطر رمضان ولا ما يتسامحش ولا تكون كاع قلبه عاصي، ولا كي يجي هذا المومون يلقى يتكاكا، كون كاع ما يتكاكاش في الفطر يتكاكا في رمضان. ستادير خاصنا نشوفوا فيهم على حاجه تاع والو يدابزوا بوريان ديتو يتنايفوا. قادر غير في فاميليا ورث لقطه تاع ورث قادر يفركد ما بيناتهم نيشان صاي. تما اوبليجي على بنادم شي حاجه دراهم، لا بغى مشاكل، لا بغى دي فوا في جور على خاطر بز، دي فوا في على خاطر في فاميليا على خاطر امراه تنطق. ما نشوف فيهم المشاكل بوريان ديتو. كان كاع مشاكل كاع اللي عندهم فالور، ماشي زعما الانسان اللي يتسامح مع اخوه. انا كو زعما بنادم وصاري لي مشاكل مع بزاف ناس، وعديت على هذوك المشاكل وكل ما كان والو تسامحت، وربي راه شاهد وانا امام الله سامح لهم دنيا واخره. زعما ما عنديش بروبليم، الحمد لله يا رب. يعني اصلا انا في شهر رمضان شهر مغفره، علاه ربي يغفر العباده، علاه انت انسان ما تغفرش لخوك، راك فاهمني؟ علاه انت انسان ما تغفرش لخوك، يعني رب عزيز غفور بكل الاسماء الحسنى تاعه ويغفر العباد تاعه. احنا ما نغفروش. علاه بنادم لو كان يجي يشوف احنا في هذه الدنيا تاعنا قصيره صاي، ماذا بينا نشوفوا القدام باللي كان الاخره، كان الحساب، كان بزاف صوالح. من باب الدين والاسلام نسامح كاع الناس، انا اللي يضرني نسامحه دنيا واخره. أنا في شهر الفضيلة وشهر الرحمة وشهر ذاك لازم الإنسان يسامح أخوه. هذه هي. رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. احنا الحاجة اللي نقدموها من هذه القناة نقول لكم تسامح. رانا في شهر مبارك اللي نهدوا فيه نسمحوا خوتنا، نزوروا خوتنا، نروحوا نطلعوا على خوتنا وحبابنا وكاع اللي طلع على جارك شرا خاصه، مام هو يكون زعفان منك ولا يكون مدبز منك، روح تطبع عليه وطلب منه السماح وقال جاري اسمح لي، وهذا شهر مبارك باينه باللي هو يسمح لك. شهر مبارك للتسامح باش ربي يغفر لنا وكاع. شاولا احنا ماذا بينا في رمضان نعاودوا هذا الشيء اللي راه كاين. في رمضان تسامح مع اخوك باش في العيد تكونوا مكملين كل شيء. والسلام عليكم وصحبت لكم. شهر رمضان هو شهر المغفرة والرحمة والسلام، هو فرصة للمسامحة والمغفرة. يعني أي شخص أذى إنسان قبل رمضان ماذا بينا يروح يسامحه كاع. هنا باش اللي يكون شغل مظلوم يولي زعما يسامح، يصفي رقبته ويصفي نيته كاع، واللي يكون ظالم هو يطلب السماح باش ثاني هو يصفي رقبته. حنا نقول لك زعما نسامح عادي، ما عنديش بروبليم، ماذا بيك شغل نكون صافيه مع ربي ومع نيتي ومع اي بنادم اذاني.